السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل المكشكشة أو الجلاش بالكريمة باللبن، مسقي لبن. حاجة كده ناعمة وطرية وجميلة جدا، والطعم بتاعها تحفة، وحطينا لها حاجات مختلفة في المهلبية. يلا بينا على طول نبدأ الوصفة ونسمي بسم الله ونقول اتعملت ازاي المكشكشة او الجلاش بالمهلبية. حاجة كده طرية جدا وبنشتريها بالغالي، وحاجة بصوا بسيطة جدا بسيطة جدا جدا هتعمليها في البيت، واحلى كمان واطرى من بره بكتير جدا. يلا بينا على طول عشان ما اطولش معاكم الفيديو. نبدا الوصفه ونسمي بسم الله ونقول اتعملت ازاي المكشكشه، وايه المكون اللي انا حطيته من جوه هيخلي طعمها مختلف عن اي واحده او اي مكشكشه بتجيبيها من بره. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونسمي بسم الله. عندنا الكريمه اللي هنحشي بيها الجلاش. عندي دول 3 كوبايات من اللبن فانيليا، عندي 3 معالق من النشا كبار، معلقتين من اللبن البودر او كيس صغير، عندي معلقه كبيره مليانه من الباستري كريم. ده هيختلف معاكي تماما في الطعم وفي القوام بتاعها. وطبعا عندي كوبايه لبن هنا، دي اللي هسقي بيها الجلاش لما يطلع، مالناش دعوه بيها دلوقتي. احنا في الكريمه بتاعتنا هنحط، قلنا 3 كوبايات من اللبن كبار، 3 معالق من النشا، عندي معلقتين من لبن بودر، ومعلقه كبيره من باستري كريم. هحط كله على البارد. هحط الفانيليا ما فيهاش سكر، لان احنا هنسقيها بالشربات. حطينا فانيليا، هقلب كله على البارد قبل ما احطها على النار. الكريم باستري هتعمل معاكي شغل جامد جدا. موجوده مش موجوده حطي كريم شانتيه مكانها، حلوه قوي. ما عندكيش كريم شانتيه وعندك مثلا كريمه لباني، حطي نص كوبايه من كريمه لباني. ما عندكيش حاجه خالص من دول، يبقى المهلبيه او الكريمه على اللبن واللبن البودر والنشا بس كده. هنحطهم على نار هاديه لحد ما تتقل القوام معانا، وبعد كده نبردها ونرجع نحشي الجلاش مع بعض. هنبتدي بقى نفرد الجلاش مع بعض. عندي الصينيه اللي هعمل فيها، عندي سمنه سايحه ندهن الصينيه. لفه جلاش صغيره مش كبيره، علشان الصينيه اللي هعملها صغيره. لو انت هتعملي المقاس الاكبر هاتي نص كيلو، اللفه اللي هي نص كيلو. ندهن بس الصينيه كويس قوي. هاخد نص الجلاش من تحت، ورق متقطع عشان كان في الفريزر. هناخد دي هنحطها في العرض. دهنة سمنة،
ما تكتريش السمنه عشان ما تبقاش تقيله. بحاول اعمل جناب بالجلاش عشان لما تيجي المهلبيه تنزل ما تطلعش من الجناب بتاعتي وتبوظ الدنيا خالص. فمره هعملها من الجنب ده ومره هعملها من الجنب ده. هاخد نص اللفه بتاعه الجلاش وهعملها بنفس الطريقه دي. هنحط بقى الكريمه بعد ما حطينا نص لفه الجلاش من تحت. هنحط الكريمه بتاعتنا. بصوا القوام بتاعها اهو، قوامها حلو قوي وكمان طعمها جميل بالمعلقه الباستري كريم اللي احنا حطيناها. طبعا اللبن بودر. بصوا ما لزقتش في الحله لان ايديا فيها على طول ما هي على النار لازم ايديك فيها. ابتدي اوزع بالراحه، مش هروح على الجناب كتير بتاعت اللي من الناحيه دي عشان ما تلزقش فيها. عندنا بقى نص الجلاش، لفه الجلاش. عندي السمنه سايحه، ادينا وش سمنه لورقه الجلاش. ادينا كويس قوي عشان تحمر معايا. هبتدي اخد، شفتوا لما كنا بنعمل مروحه زمان كده، اهي. طول ما انتي السمنه حلوه في ايديكي دهنها كويس هتفرد معاكي اهو كده. وهخلي السمنه من جوه ليه؟ عشان انا لسه هدهن من فوق. تمام اهي كده. وهحاول احط على على المهلبيه بتاعتي اهو، هظبطها كده. بدهن اخر ورقتين عشان بس التليفون فصل مني معلش. اهي هنعمل كده زي ما عملنا في الاولانيه. دايما اخر ورقتين دول بيبقوا ناشفين شويه بس احنا السمنه بتطري معانا. تمام، اسهل من الكشكشه بايديكي اهي. نحاول نحطها كده في اخر ورقه عندي. كده خلصناها الصينيه. هندهن بس، ندي دهنه بسيطه جدا من فوق بالسمنه عشان تخش الفرن. ندخلها بقى الفرن تتحمر من فوق ومن تحت، وبعد كده نسقيها الشربات بتاعها وكمان اللبن.
كده الصينيه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن ما تعليش قوي عليها الفرن. بصوا الغلطه بتاعتي ان انا كانت من فوق عاليه، فهدي النار شويه، بس ما كانش عالي قوي يعني. هدي النار شويه عليها عشان تطلع كده لون ذهبي حلو. عندنا الشربات بتاعنا خفيف بارد طبعا. هسقي كل الجلاش بيه. عندي بقى كوبايه اللبن، حطيت عليها معلقه صغيره من السكر بارده، مش اللبن بارد مش سخن. وهنزل هسقي كده حتى بالمعلقه عشان ما تتمطرش كلها. هسقي الجلاش كله وهسيبها تهدى علشان اعرف اقطعها، عشان المهلبيه طبعا وتكون هي شربت من اللبن بتاعها. بتتجاب باسعار عاليه جدا ومبالغ فيها، وممكن ببساطه تعمليها انت في البيت من غير اي تكلفه عاليه. كده هنوزع على كل الصينيه. هي هتشرب اللبن كله دلوقتي. هنسيبها بقى تهدى شويه قبل ما نقطعها، وبعد كده نقدمها مع بعض. كده ابتدينا نقطع الجلاش. طريه قوي كده. طلعناها بس بالراحه، احنا طريه قوي قوي. وبصوا اللبن والكريمه من جوه تجنن، طريه جدا حلوه قوي، والريحه بتاعتها حلوه قوي. وبصوا الصينيه من جوه بنجيبها غاليه جدا من بره، وكمان سهله وسريعه وحاجه حلوه تنفع تتعمل في اي وقت. يا رب يكون نال اعجابكم الفيديو بتاع النهارده، واستنوني فيديوهات احلى واحلى، واترككم في رعايه الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.